ناس كتيرة مننا بتعلق اللي بيحصل لها على شماعة الحظ ويقولك إيراد حظ ولا فدان شطارة. بس إيه رأيك لو قلتلك إن الحظ مش ورقة يا نصيب، وإن أنت فعلا ممكن تمتلكه بشطارتك؟ وده مش كلام تنمية بشرية، دي نظرية اكتشفها علماء الفيزياء الكمية. لو عاوز تعرفها تابع الحلقة للآخر. لما الحظ يكون شطارة مش صدفة. فكرة إن الحظ ليه معادلة فكرة غريبة شوية، بس فعلا العلماء اكتشفوا إن الموضوع مش صدفة زي ما احنا كنا فاكرين. ففي سنة 2019 فريق من الفيزيائيين في جامعة أكسفورد عملوا تجربة على سلوك الإلكترونات، ولقوا حاجة غريبة جدا. لقوا إن سلوك الإلكترونات مش ثابت رغم إن كل العوامل ثابتة، فالجسيمات كانت بتتصرف بشكل مختلف في كل مرة. طب وإيه اللي كان بيغير سلوكها؟ هنا كانت المفاجأة، إن سلوكها بيتغير على حسب توقع المراقب ليها. يعني مجرد النية أو التوقع كان ليه تأثير على النتيجة. ومن هنا العلماء بدأوا يتكلموا في حاجة اسمها تأثير المراقب، واللي ببساطة معناه كده إن الوعي الإنساني ممكن يغير الواقع حوالينا، وكأن في كده ذبذبات بتخرج منك تسخر الكون ليك، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انخرط العالم الأكبر. لما عقلك بيصدق إنك شخص محظوظ بيبدأ يشغل جزء في الدماغ اسمه RAS، اختصار لمصطلح Reticular Activating System، وده المسؤول عن تصفية المعلومات اللي بتدخل ليك، فيبدأ يشوف اللي يهمه حسب معتقداتك وأهدافك. بالبلدي كده بيفلتر كل المعلومات اللي بتستقبلها على حسب اللي يناسبك. فأنت لو مؤمن إنك محظوظ هتبدأ تلمع قدام عينيك أي فرصة عمل أو سفر أو مقابلة أو صدفة ممكن تحقق أهدافك، وهكذا في العكس. لو أنت مؤمن إنك منحوس هتبدأ تضيع فرص وتغلط وتخربط وتضيع الدنيا من غير ما تقصد. وكأن إيمانك بالحظ بيخلي عقلك يبرمج نفسه إنه يشوف الفرص ويستغلها، فكل الاحتمالات موجودة فعلا في نفس اللحظة، بس تركيزك أنت هو اللي هيختار أي واقع أنت هتعيشه. وده مش كلام فلسفي، ده كلام تجارب ودراسات اتعملت في معامل. ففي جامعة سيوراخ عملوا دراسة على مجموعتين من البشر. المجموعة الأولى مؤمنة إن عندها حظ، أما المجموعة التانية شايفة إن الحظ ده كلام فاضي، وابتدوا يحطوهم قصاد مواقف صعبة. فكانت النتيجة إن المجموعة الأولى اللي مؤمنة إنها عندها حظ ابتدت تتعامل مع المواقف الصعبة بكل ثقة، وتخرج بأقل الخسائر، وتحول الخسائر لمكسب كمان، عكس المجموعة التانية اللي اتوترت وما قدرتش تتعامل مع المواقف الصعبة بنفس ثقة المجموعة الأولى. وعالم النفس البريطاني ريتشارد وايزمان أكد نفس النتيجة في بحث عمله باسم Psychology of Luck، سيكولوجية الحظ، واللي قال فيه إن المحظوظين عندهم قدرة ذهنية عالية على ملاحظة التفاصيل الصغيرة اللي تساعدهم على اقتناص الفرص وفتح أبواب كتيرة قدامهم، وكأن عقلهم متبرمج على النجاح حتى في لحظات الوقوع. والموضوع ما وقفش عند زيراخ وبس. ففي جامعة برينستون في أمريكا قرر فريق بحث إنه يختبر الفكرة دي بطريقة عملية، فجابوا أجهزة RNG Random Number Generator، مولدات أرقام عشوائية، وبدأوا يطلبوا من الناس اللي بيعملوا عليهم البحث إن هم يركزوا في نيتهم على أرقام معينة، وليكن أرقام زوجية. وكانت الصدمة إن النتائج كانت بتتغير على حسب النية البشرية. يعني الحظ مش صدفة ولا حاجة عشوائية. لكن في حد هيقول طب ما هي لو سهلة كده ليه الناس اللي بتلعب رولات أو قمار ما بيكسبوش كلهم؟ في أكتر من إن الواحد يكون مركز على رقم بيآمر بيه حاطط عليه فلوسه. العلماء هنا ردوا وقالوا إن النية لوحدها مش كفاية، ففي فرق بين الرغبة والنية الموجهة. الرغبة فيها توتر وقلق وطمع وخوف من الخسارة، لكن النية الموجهة هادية وواثقة ومتصالحة، كأنك مش بتتمناها، انت متأكد وعارف انها هتحصل. فالعقل في حالة التوتر بيبعت ذبذبات متناقضة قادرة تغير اي اتساق ممكن يخلي الواقع يستجيب، عكس الرغبة الموجهة. وهنا بس ساعتها تشوف الفرق بين اللي بيلعب على الحظ وبين اللي بيصنعه. فيا ترى بعد كل اللي سمعته لسه مؤمن ان الحظ ورقة يا نصيب، ولا ممكن فعلا لو كان الحظ إيراد فانت قادر بشطارتك تصنع الإيراد ده؟
استنوني في ملف جديد وباب تاني نفتحه سوا في باب الحقيقة مع ريهام. سلام.